السلام عليكم الحباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. صايبت واحد الصوبه لا سوب ديال السي فود، وقلت علاش لا نشاركها مع الحباب ديالي ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش انكم تدعموني عافاكم في الاشتراكات ديالكم للقناه، وتخليوا لي اللايك ديالكم لهذا الفيديو باش يطلع يوصل لجميع الناس ويشوفوه ويشتركوا في القناه معايا ان شاء الله. كي كتشوفوا معايا غادي نصايب واحد لا سوب. بالنسبه للجو اللي حنا فيه محتاجين شي حاجه سخونه ولذيذه وصحيه. هنا كتشوفوا معايا غادي ناخذ بصل، غادي نطحنوه بالطحانه اليدويه، وغادي نضيف ليه 2 ديال الفصوص ديال الثوم حتى 3 ديال الفصوص ديال الثوم، ونحرقهم شي شويه على نقليهم شي شويه على في الزيت، الزيتون او زيت المائده. الكميه واحد 3 ديال المعالق هكاك. ومن بعد نضيف تقريبا واحد شويه ديال الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وبقى نقلي حتى يدبل ليا شويه المكونات، ونضيف لهم السي فود واحد الساشي او نصف ديال الكميه على حسب الاشخاص ديال السي فود. هنايا كتشوفوا الساشي اللي كيكون مجمد كيتباع في الاسواق المحلات التجاريه. حنايا بزاف كيكون فيها مكونات مختلفة، فيها السيبيا، فيها القمرون، فيها مهم ليمول، فيها كل شيء. شوية ديال الحوت كيكون مقطع، تيكون كندوزو شويه في الماء، كنغسلو، كنعزل مزيان اللي غادي نحط، ومن بعد كنضيفو. وكتشوفوا معايا غادي نقليهم في شويه ديال الزيت، ومن بعد غادي نضيف لهم طماطم محكوكه، وكاس ديال البسله، وجوج اوراق ديال الرند تقريبا، وغادي نخليها تا طيب ليا مزيان في ديك الصوص. ومن بعد غادي نضيف الشعريه اللي كي كتشوفوا معايا، المقارونيه اللي كتقول الشعريه. ممكن تضيفوا اي نوعيه، ممكن تضيفوا السانتير، ممكن الصراحه كيجي بها لاصوب هذه، كتجي المذاق ديالها زوين بزاف، يصلح لهذا البرد هذا، وكيجي بنين وصحي بزاف. من بعد غادي تقلى ليا، غادي نضيف واحد الكميه ديال 4 ديال الكيسان حتى 5 ديال الماء، او لتر ديال الماء، لتر ونصف ديال الماء، ونخليه يطيب مزيان على النار هادئه، وبقى مع التحراك. وملي غطيب ليا صافي كتكون واجده. ملي كتشرب شويه ديك لاصوب صافي كتكون ليا واجده. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كي تشوفوها هكا قدمتها، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها علاش لا، وتخليو لي الاراء ديالكم لي كومونتير بكم في هذه القناه. شاركوها مع احبابكم وصحابكم، ونخليكم في امان الله.